السلام عليكم، مرحبا بكم بنات. ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. طليت عليكم بالخير والربح ان شاء الله. جبت لكم كيكه سهله واقتصاديه وبزاف بنينه وتصلح للمناسبات تاعكم، افراحكم، البي ام 5 الباك. ان شاء الله ربي ينجح جميع وليداتنا ان شاء الله، وان شاء الله نسمعوا زغاريد في كل بيت يا رب العالمين. ما تنسوش تصلوا وتسلموا على رسول الله. ونبداو في المقادير وطريقه التحضير ونقولوا بسم الله. عندي حبة تاع بيض بدرجة حرارة المطبخ، ضفت لها رشة تاع الملح وطلعتها مليح بالباتر. راح نضيف عليها كاس ناقص إصبع من السكر. سعة الكأس البنات 175 مليلتر. راح نضيف عليها نفس الكيلة تاع زيت. راح نضيفه كيما هكا على دفعات. يعني صدقوني هذه الوصفة بزاف بزاف سهلة وبنينة، من أروع ما يكون، اقتصادية ولا أروع. كيما شفتوني البنات ضفت هذا الزيت بعد ما على نضيف دفعات. الخليط بتاعنا راح نزيدو كأس ناقص إصبع حليب يكون بدرجة حرارة المطبخ. راح نزيد نطلعهم مع بعض حتى ينسجم الخليط. ملاحظة البنات ممكن تخدموا غير بالضرب اليدوي، يعني ماشي شرط الباتر كامل. وهنا البنات ضفت شوية تاع عطر الكراميل، حوالي ملعقة صغيرة، ونبداو نضيفوه في الفرينه. انا هنا درت الكاس الاول تاع الفرينه، راح نضيف عليه كيس خميره حلويات بوزن 10 غرام. نطلعوا شويه بالباتر حتى يدخل هذاك الكاس تاع الفرينه. من بعد راح نضيفوا عليه الكاس الثاني. هنا الفرينه تاعكم لازم تكون مغربله البنات باش تجيكم خفيفه. هنايا انا استعملت 2 كؤوس، من بعد لقيتها ناقصه شويه راح نزيد لها الربع فقط. ما تنسوش غاليتي لأول مرة تزور القناة وقولها اشتركي في القناة، فعلي الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. خلي لي رأيك في التعليقات وخلي لي جيم لا فيديو. كما شفتوني البنات هنا راح نهبط أول قبل الفارنة اللي في الجوانب هكا باش من بعد نتحصلوا على خليط منسجم، يعني ما يجيناش تكتلات تاع الفارنة. وضفت عليها ربع الكاس كما قلت لكم، كل شيء يعني 2 كيسان ونص هكا، 2 كيسان ونص من سعة 175 مليلتر. هنا راح نكمل الخلطة تاعي. من بعد راح نجيبو سنيوة تاعنا، انا كنت فرشت لها البابي كويسون بهذه الطريقة. واللي ما عندهاش بابي كويسون ممكن تدهنيها بالزبدة وترشيها بالفرينة وتفرغي الخليط تاعك. هنايا البنات لازم تكونوا شعلتوا الكويزينير تاعكم في الوقت اللي تكونوا راح تخدموا فيه، تكونوا شعلتوا الكويزينير تاعكم باش تكون سخنه مليح. هكا كي تدخلوا لاجينواس تاعكم راح تطيب من اروع ما يكون وما تفسد لكمش، يعني راح تجي بزاف شابه. هنايا راح نسوي السطح تاعي بهذه الطريقه، نهزها شويه باش تجي كامل قيس واحد، وندخلها الفرن مسخن مسبقا على 180 درجه. تطيب من التحت وتحمر من الفوق ونطفيو عليها. نروحوا للشربات تاعنا واللي هي 2 كيسان تاع ماء مع كيس تاع سكر. راح نخليهم فوق النار حتى تغلي. بعد الغليان نحسب 10 دقائق ونطفي عليها. شوفوا لاجينواس تاعنا كيفاش علات بعد ما طابت لي من التحت وشت الجوانب كامل باللي حماروا. راح نزيد نشعلها من الفوق حتى تتحمر مليح. وهذه هي النتيجه تاع لاجينواس تاعنا. بعد ما جبتها وهي سخونه راح ندير لها هكا بالموس كما راكم تشوفوا باش نحيو لها كامل الالتصاقات وتتقلب لنا فاسيلمون. شوفوا البنات كيفاش جات من اروع ما يكون. راح نخليها هنايا حتى تبرد تماما هي والشربات. من بعد باش نجي نشربها ونكملوا لها المونتاج. هنا الشربات تاعنا ضفت لها شويه تاع عطر الكراميل باش تعطينا ذوق شباب. واللي حابه تدير اي ذوق، فريز، سيترون، لك الاختيار حبيبتي، بدلي فقط الذوق. هنايا نروحوا لا شونتيي. عندي كاس 220 مليلتر بودره الشونتيي مع 2 علب تاع فلون كراميل يكون بارد مليح مليح. البنات لازم يكون في الثلاجه ولا من احسن يكون فوق في الكونجيلاتور، يعني يكون بارد مليح. راح نطلع لا شونتيي تاعي مليح مليح، يعني نعطولها وقتها في التطلع. هنا راح نضيف لها برك قطرات تاع عطر الكراميل عفوا، ونطلعها مليح بالباتور ونرجعها للكونجيلاتور حتى تبرد مليح وتحكم روحها تري تري بيان باش نجيو نخدموا بها. هنايا البنات اسفه راح لي المقطع، كنت الكيكه تاعي كنت قسمتها على 2 بالموس في المنتصف وحطيتها هنا. نجيب نشربها بالشربات تاعي. هنا ما تكثروش الشربات البنات كما راكم تشوفوا، راح نشربها غير بالبانسو. من بعد راح نضيف الطبقه الثانيه واللي هي كريمه الشونتيي اللي كنا طلعناها مقبل.
بهذه الطريقه. ونجيو ليسيو الطبقه الاولى. انا هنا استعملت سباتول، ممكن اختي غير بالملعقه وانت خدمتي هذه الطبقه، يعني ماشي شرط كامل تكون مليسيه، باسكو راح نحطوا الطبقه الثانيه من الفوق كيما هاك. ونجيب الطبقه الثانيه كنت حطيتها ديجا في طبسي كيما هاك البنات. سيسوها غير بالعقل باسكو لا جينواز كيما تعرفوا راهي رقيقه وتتفتت بهذه الطريقه. يعني ممكن تخدمي غير بالادوات اللي توفروا عندك في المنزل، ماشي شرط كامل ادوات يكونوا بروفيسيونيل، وانت تحصلتي على كيكه من اروع ما يكون وفرحتي عائلتك ووليداتك. سورتو راه السانكيام والبيام والباك، يعني جميع النجاحات راهم على الابواب، وحتى بلا هذا تعتمديها في عيد ميلاد ولا في سائر الايام، يعني لك الاختيار حبيبتي، المهم تفرحي وليداتك. بهذه الطريقه البنات كنت زدت شربت الطبقه الثانيه وجبت باقي الكريمه ودرته في الطبقه الاخيره، ونجي ليسي هكا الجناب، يعني انا استعملت غير لو كوبات بهذه الطريقه، وراح نليسي الجناب ومن الفوق، والزوائد نزيدهم في الجناب كيما هكا البنات، يعني سهله ماهله. هنا بعد ما نكملها راح ندخلها للفريجيدير، نخليها حوالي ساعتين حتى ل3 سوايع. تعرفوا الباتيسري كل ما يطول في الفريجيدير كل ما يجي فيه ذوق من اروع ما يكون، يعني يشرب كامل هذيك الشربات ويجي بنين بالبزاف. وهنايا التزيين تاع الحواف البنات، عندي كاوكاو محمص ومطحون، كنت طحنته يعني شويه خشين ماشي رقيق بزاف، وراح نزين به الجناب تاع الكيكه تاعي بهذه الطريقه. وهنا الكميه اللي بقات لي تاع لا شونتيي راح نجي ندير بها دي غوزاس هكا على الجناب للتزيين بهذه الطريقه حتى نكملوا كامل الحواف، يعني راح نخدموها على الجوانب في ربع. صلصه الشوكولا اللي راح نزينوا بها من الفوق، عندي كاس تاع الحليب مع زوج مغارف كبار تاع كاكاو مع ملعقه شونتيي وملعقه مايزينا، نضيفوا عليهم 3 مغارف كبار تاع السكر، نخلطوا كل شيء في بارد ونحطوها فوق النار على نار قليله حتى تغلي. من بعد نضيفوا عليها ملعقه تاع زيت ونخليوها بجيه حتى تبرد تماما. هنايا بعد ما بدات تغلي ضفت لها حوالي ملعقه كبيره تاع الزيت كما قلت لكم، نخليوها حتى تغلي مليح مليح، من بعد نطفيو عليها ونحطوها. وهنا بعد ما بردت الكيكه تاعي مليح وبردت صلصه الشوكولا راح نجي نسقيها كيما هاك ونمشيها، يعني نمشيوها غير بالعقل بهذه الطريقه. ان هنا في الاخير كنت مزروبه بزاف، ليسيتها غير بالمعلقه كما راكم تشوفوا غير بالمغرف. والتزيين يبقى اختياري غالياتي، ممكن تزينوها بواش حبيتو، ممكن ديروها فواكه. انا هنا فضلت اني ندير لها هذا الحلقومه ولا لي سوغيز. شوفوا شحال جات شابه من اروع ما يكون، صدقوني غير جات ولا اروع. هنا كنت درتها لعيد ميلاد وليدي ودرتها له في اخر دقيقه، يعني ما خليتها لا ريحت لا بردت لا والو، بصح جات من اروع ما يكون. نتمنى ان شاء الله كامل تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. ربي ينجح كامل وليداتكم البيام باك 5 وحتى لا سوتنونس ان شاء الله ربي ينجحكم كامل. بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في رواحتكم، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، وصفات اخرى ان شاء الله. ما تنساونيش برك تعليق شباب كيما نتوما ولايك للفيديو، بارطاج مع صحاباتكم وحباباتكم باش تعم الفائده. ما بقى لي غير نقول لكم سلام.